بعد نجاح ثورة 1919 قرر الاحتلال البريطاني تطبيق الأحكام العرفية اللي كان من ضمنها السيطرة على التجمعات وعلى المقاهي، وده عشان دورها الوطني في قيام الثورة. هنتكلم النهارده عن أكتر فراغ معماري ليه دور من النظام وتاريخ، وهنعرف إزاي القهوة أثرت في تاريخ المصريين، المكان اللي ما بتحبوش الستات، ملاذ الرجالة، واللي بتواجه صعوبة شديدة فيه لو قلت أنا رايح القهوة. أهلا بيكم، أنا محمد فريد وده معمار جيل. قبل ما نعرف حكايه القهوه بدات ازاي، خلينا نعرف كل واحد حكايته مع القهوه اصلا بدات ازاي. 2007 2008 2002 2003 25 سنة تقريبا. من اول ما دخلت الكليه تقريبا بدات قصتي مع القهوه. 25 سنه كمان. دايما لما بدخل اي فراغ معماري بحس انه لازم نحلل الفراغ ده، بيجي في دماغي كده شويه حاجات، هو ايه اللي بيخلي الناس تنجذب للمكان ده او لا تنجذب. الموضوع ما بيكونش عشوائي، كل حاجه دايما بيكون وراها سبب، جزء منه بيتعلق بالتصميم وجزء تاني له علاقه بالتجربه والذكريات والراحه النفسيه. وعشان تقدر تستوعب ده لازم تسمع من الناس، تشوف تعرف هم شايفين المكان ازاي، ايه بقى اللي بيحسسهم بالانتماء، ايه اللي بيخليهم ينفروا منه، لان في النهايه العماره تجربه كامله. فخلينا نسال الناس، هي القهوه بتمثل لك ايه؟ القهوه بشكل عام مهرب، مع اختلاف يعني الفكره من مصطلح بيت الراحه، المكان اللي انت بتقعد بس فيه دماغك. المكان اللي بتحب تريح فيه دماغ حضرتك. والله انا القهوه بالنسبه لي اكتر من الكلام هي لعب دومنا. التجربة بتبقى بسيطة، روحها حلوة، التهوية الطبيعية. ملتقى الاصحاب، اي قاعده مع اصحابك قهوه ما فيهاش يمين وشمال. كنت بذاكر على القهوه، احلى مذاكره ذاكرتها على القهوه. هو مود كده معين، يعني مود كده ما بدخلوش لو انا قاعد في البيت. في بداية القرن ال16 وتحديدا في اسطنبول بدأت أول مقهى باسم القرة خانة، وفي القرن ال17 هيحصل أول افتتاح لأول مقهى في فيينا، وبعدها في إنجلترا، وبعدها في فرنسا. وفي نفس الوقت ده تم افتتاح أول المقاهي في مصر. المقاهي في مصر الأول كانت واخدة شكل بدائي جدا، كانت عبارة عن ترابيزة خشب كده بيقف واحد عليها هو اللي بيعمل القهوة والشاي، حاجة شبه النصبة اللي بتلاقيها على الطرق السريعة الدائري بتاع الحاجات دي. وكان بيبقى جنبه دكة أو مصطبة الناس تقعد عليها تشرب الحاجة، السلام عليكم، مشي. مع الوقت بدأ يكون مقر للكلام، النقاشات، وكتروا الناس اكتر، مما ادى الى احتياج ان يكون في مكان بيلم الناس دي كلها. والمقاهي او القهاوي دخلت مصر في 3 اشكال. اول شكل هو الشكل الشعبي. خلينا نتكلم النهارده عن قهوه عريقه زي قهوه الفيشاوي، بدات سنه 1773. ديكورات المكان كان بالخشب وبالعاج، كان فيها قعدات متفرقه، كان فيها شلة القعده لا تخلو طبعا من الكراسي الخرزان، حوائط مليانه بالزخارف الاسلاميه، والاضاءه زمان كانت طبعا بتعتمد على الشموع وكده، فكانت اضاءه صفراء. ولما دخلت الكهرباء برضه هم استخدموا نفس الاضاءه عشان يدي لك سيم معين او روح معينه للمكان. طبعا ظهرت العاب زي الدومنه والطاوله والشطرنج. انتوا بداتوا دور الدومنه من غيري. في تسجيل، ولان احنا كمصريين طول عمرنا معروفين بخفه الدم، فظهرت العاب القافيه تحكم، اللي هو يجي واحد يقول جمله مثلا امبارح فيقول له اشمعنى ما جاليش نوم، بس يعني على بوزن وقافيه. يعني حتى تلاقي دايما في الافلام القديمه حد يقول لحد اشمعنى يقول له انت هتخش لي قافيه، فكان بيحصل زي تقابل بين اتنين، واحد يخش لواحد قافيه، حاجه اشبه بالباتل راب اللي موجود النهارده. القهاوي اصبحت مكان بينقل التراث وينقل الحواديت، واصبحت هي المكان الرئيسي للسيره الهلاليه. وفي بدايه القرن العشرين وتحديدا في سنه 1908 خواجه سويسري اسمه جروبي يقرر انه يفتح مقهى على الطراز الاوروبي. اول مقهى في مصر بيقدم الكابتشينو، بيدخل الايس كريم، وكان عنده بيكري مخبوزات. ضم النخبه اللي كانت موجوده في مصر في الوقت ده، البشوات كانوا بيروحوا هناك الصبح ياخد الفطار كرواسون او باتيه مع القهوه، ولو هيحلي بحاجه هيبقى بلح بالشوكليت اللي كان بينتجها مصر، اللي الطحان دلوقتي بيعملها عادي يعني مش حاجه. ومع وصولنا للعشرينات اصبح جروبي هو مكان النخبه في مصر، لدرجه انه يعني في تاريخيا في حريق القاهره سنه 52 المصريين حرقوا جروبي، يعني عشان ده رمز الانجليزي. بقى طبعا بدل ما كان في قهوجي وايوه جاي وكده، بقى في يونيفورم بقى للناس اللي شغاله، وبقى في ليهم اسماء وبتتعامل معاهم معامله مختلفة. وفي 1909 يفتتح كافيه ريش أو مقهى ريش، يعيش المثقف على مقهى ريش، يعيش نوع جديد من المقاهي اللي هي المقاهي الأدبية أو المقاهي الثقافية. مقهى ريش كان محاكاة لمقهى التالتوار في فرنسا. في فرنسا كان بيفتتح مقاهي في الوقت ده بتاخد جزء من الرصيف وتسيب الباقي للعامة أو للمرة. مقهى ما فيهاش طاولة ولا شيشة، والقعدات فيها مختلفة، عبارة عن قعدة مربعة، ترابيزة وقدامها 2 وراها 2، كراسي غير مبطنة، ومكان هادي جدا بيخليك تركز وتشوف انت بتعمل ايه. مقهى ريش ما كانش عشان تقرا جورنان، كان عشان تكتبه. تقدر تتناقش هناك في الثوره والثقافه والرياضه والسياسه، تقدر تكتب كتب ومدونات. مع الوقت اصبح للمقهى ده
مسرح بيتقدم عليه شعر وبيتقدم عليه اغاني. بالمناسبه ام كلثوم كانت غنت على المسرح ده قديما، يعني ايام ما كانت لسه بالعقال. وفي نفس الوقت ده مكان وطني بيجمع كل الوطنيين، عشان القبو او البدروم بتاع المكان كان بيطبع فيه منشورات ضد الانجليز. مع مرور الوقت القهاوي في مصر بقت شبه مسرح مفتوح، بيتقدم عليها شعر وغنى، بيتعمل عليها استعراضات او مونولوجات، وكل قهوه كان ليها طابعها، بس كلها كانت بتجمع حاجه واحده وهي روح المصريين. مصر كده رسميا بقى عندها 3 مدارس المعماريه للمقاهي. نعمل ايه بقى؟ عشان احنا جامدين وعشان احنا اسفين برضو، مصر طول الوقت بشكل عام بتقدر تبقى جاذبه لكل الثقافات، ونجح المصريين ان هم يخلطوا بين ال3 مدارس، الشكل الشعبي والشكل الادبي والشكل النخبوي. ما احنا مش هنسيبك كده، هناخدهم كلهم نحطهم في حته واحده، هنسيبك كده؟ ده احنا كمان هنضيف من روحنا احنا في ال3 اماكن دول. هو قهوه الفيشاوي الشعبيه ومقهى ريش الادبيه وكافيه جروبي مختلفين تماما عن بعض، انما ايه اللي بيربطهم كلهم؟ الروح المصريه. وده اللي بيخلي اي قهوه مصريه مختلفه تماما عن اي قهوه غير مصريه. القهوه هنا بيفهموك، يعني انت كمان لو بتحب تردد على مكان بصفه مستمره فانت بتنشا ما بينك وما بينهم الفه، يعني حتى لو انت مش زبون دايم للمكان ده، وانت داخل عارف مثلا ان انت بتيجي الساعه مثلا 9 الصبح لو هو جنب البيت، عارف ان في قهوه هتنزل لنا حجر معسل، جيله بالليل عارف مثلا انت تشرب كاكاو، بيبقى حافظك. وفي نفس الوقت احنا كمصريين عندنا برضو ايه صحوبيه، يعني انا الهواك ده انا متصاحب عليه، احنا اصحاب وبنهزر وبنعمل. لا هناك الوضع مختلف. اختلاط ال3 مدارس دول هتلاقيه موجود بشده بره مصر. بره مصر دايما الناس بتلجا الى وجود القهوه مؤثره في تاريخنا مؤثره في وجداننا. ما تقدرش تعيش حياتك من غير مكان تقدر تتكلم فيه وتتجاذب اطراف الحديث مع الناس. ايه المكان اللي هيخليك قاعد عايش براحتك، بتفكر براحتك في اللا شيء او في الشيء الا القهوه؟ فبالتالي بنقدر نجمع بين ال3 نماذج دول. انا بسافر كتير فرنسا وايطاليا وقطر والامارات كندا. طبعا القهوه بتاعتنا لا، كل المقاهي دايما بيبقى ليها مكان محدود، سواء جوه او لو مثلا بياخدوا جزء من الرصيف. اخر بلد قعدت عليها في القهوه في اسبانيا، لقيت ان هي شبه جدا القهاوي المصريه. والولد اللي واقف عمال يبص على الناس، والناس بتطلب مشاريب ايه ومش عارف ايه، ولازم تقعد تطلب حاجه، لو ما طلبتش حاجه يدفعك ثمن الكرسي. الخارجيين لما بييجوا ينزلوا مصر بيحبوا الجو مصر ده، وتلاقيهم مثلا بيروحوا بقى الفيشاوي، بقى بيروحوا منطقه الفيشاوي ومنطقه الازهر دايما تحب ترجع لمصر. فالمود ده الناس بتحبه بره مصر زي ما الناس في مصر بتحبه. القهاوي في السعوديه كمان واخده الروح المصريه اكتر، وفكره القهاوي اعتقد مش موجوده قوي في الدول العربيه، فلما دخلت الخليج اعتقد هي دخلت بفكر مصري. عشان كده تلاقي حتى لما الناس يجي من بره، لما كنت مثلا نختار ان احنا نقعد في كافيه ولا نقعد في قهوه، لا يختاروا ان احنا نروح نقعد في قهوه، وحبذا لو قهوه بلدي. المقهى المصري بالطابع بتاع القهوه المصري والشيشه والكلام ده موجود في كل مكان. تلاقي فيه قهوه اسمها القهوه المصري او عارف قهوه المصريين، وكنا تلاقي مرتدينها دايما من المصريين والعرب، وتلاقي فيها اجانب اللي عايزين ايه بقى يبقوا كول بيصاحبوا العرب، يعني تلاقيهم رايحين الحاجات دي. وحتى المقاهي اللي بتتعمل النهارده في مصر بقت كلها مرتبطه ببعض وبتاخد من بعض، ما بقاش في فرق بين الكرسي الخرزان او الكرسي بلاستيك المريح شويه او الكرسي اللي فيه شلته اللي بيبقى اريح واريح. النهارده الفكره في تقديم الشيء. بمرور الزمن تطورت القهوه كتير، قهوه اخدوا من بعضهم، ما تعرفش هو مين بيروح لفين، ما تعرفش المقهى هو اللي بيروح للقهوه ولا القهوه هي اللي بتروح للكافيه، لغايه ما بدات الفروق دي تتلاشى. بس برضو يرجع ان القهوه الشعبيه اللي بتقعد في الشارع دي ليها رونقها. ليه؟ تحس ان انت فعلا بتاخد كواليتي اللي انت تستحقه. قعده الكافيهات تحس فيها بهرجه كده، اجواء معلبه مصطنعه مش بسيطه خالص. الكافيهات انا ما برتاحش فيها، بحس ان انا قاعد براحتي، بحس ان انا براحتي اكتر في القهوه. الكافيه ساعات تلاقي فيه سيدات كبيره، عيال صغيره، الناس ما بتحبش الصوت العالي في الكافيهات، ما تقدرش تاخد راحتك. ارجع اقول لك الكلام ده كان زمان، كان حاليا الحاجات اللي هي فرق ما بين القهاوي والكافيهات يعتبر قلت جدا. القهوه هي مكان موجود في اللاندسكيب، هي مكان موجود خارج القهوه. القهوه قوتها مش في المكان، مش في مكانها الداخلي، القهوه قوتها الحقيقيه في الشارع اللي هي مطله عليه. انا قاعد في الشارع، في هوا الشارع، هواء غير معلب، ما عنديش حاجه مستعجلاني، ما عنديش حاجه مسربعاني. جو القاهره بشكل عام بيشهد انه سريع، انما لما تقعد على القهوه بتحس ان انت فصلت عن كل السرعه دي. ارتباط الناس بالطبيعه او المساحات الخارجيه بشكل عام اتعمل عليها دراسات كتيره جدا، كنا اتكلمنا عنه في حلقه قبل كده. ولكن رغم حبنا الشديد ده للقهوه الا انها بتواجه مشاكل. احتلال الشارع. كان قبل كده القهاوي على الاقل بتحاول انها تبقى موجوده على الرصيف، لكن دلوقتي ما بقاش في اعتبار للقصه دي. ممكن يسدوا الشارع تماما والعربيات او الناس يمشوا من بعيد، ملناش دعوه، ومحكوم بيبقى في قانون ان انت المقهى ده ليه جزء ده من الرصيف يقدر يحط فيه، ولازم يسيب جزء من الرصيف للناس
الناس تمشي فيه، مفيش تدخين في الشارع بشكل علني. ده لازم يكون في مكان مخصص لوجود القهاوي، لانه من غير الجائز تنظيميا ان تكون المقاهي في الشارع كده، خاصه لو كان ده مكان سكني. ما ينفعش في وسط مجمعات سكنيه تعمل قهوه. التدخين اللي بيحصل على القهوه واللي ليه لوازم زي المعسل او الفحم ما ينفعش تكون وسط عمارات سكنيه، دي اذيه كده. ما ينفعش ان انت تتمدد بالقهوه بتاعتك الى انك تقفل شارع الناس بتمر من خلاله. القهاوي الكبيره دي لازم تكون في اماكن محدده، وسط محلات تجاريه او وسط مجمع تجاري. المدن الجديده مليانه الاماكن دي. انما لو انت عايز تفتح قهوه او مقهى في وسط المجمعات السكنيه فلازم تفتح مقهى بدون دخان زي مقهى هريش كده. بس المهم ان انت في مصر لو هتعمل المشروع ده لازم تسال نفسك سؤال: انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل مقهى ولا عايز اعمل كافيه ولا عايز اعمل قهوه؟ رغم ان الفروقات النهارده تعتبر بسيطه بين الثلاثه، لان لسه في فروقات واضحه في الهويه. الكافيه هو مكان جاذب لناسه ليه زباينه، والقهوه هي مكان جاذب لناسها وليها زباينها، والمقهى هو مكان جاذب لاهله وليه زباينه. صعب الثلاثه يختلطوا مع بعض حتى لو كانت الروح واحده. فانت لازم تسال انت عايز ايه اعمل. لو وصلت لغايه النقطه دي في الاخر فيعني انت راجل برنس. ما تنساش تعمل لي كومنت وقول لي انت منين وايه القهوه اللي بتحب تقعد عليها، وما تنساش تدعي لاخواتنا في غزه واخواتنا في سوريا واخواتنا في لبنان واخواتنا في السودان واخواتنا في اليمن، اخواتنا في كل مكان ومالناش الا بعض في الاخر. كنت معاكم انا محمد فريد وده معمار جديد. تعال انت تعالى كده. ايه ده على اليوتيوب؟ على اليوتيوب. انت مش عارفني؟ انت مش عارفني؟ انت مش عارفني؟ انا الدحيح. لا والله. لا حاسب يا باشا، حاسب. القهوه يا عم مش عايز طلعوا معاك في الفيديو وهو بيحاسب.